سنة 1999 الساعة 10:30 الصبح، تحديداً في مصنع تابع لشركة GKO للوقود النووي في مدينة توكيمورا في اليابان. هيساشي أوشي وزميله ماساتو شينوهارا كانوا بيشتغلوا على تجهيز وقود لمفاعل نووي. المفترض إن في قواعد صارمة متبعة في التعامل مع المواد المشعة، إلا إن الضغط والتأخير في المواعيد بالإضافة لمسحة من الإهمال خلتهم يكسروا كل القواعد. بدل ما يستخدموا المعدات اللازمة، إلا إنهم كانوا بيصبوا يورانيوم مشع في خزان مليء بحمض نتريك باستخدام جرادل معدنية عادية. والكارثة إنهم بدل ما يصبوا 2.3 كيلو جرام من اليورانيوم المشع، وده أقصى حد مسموح في العملية دي، صبوا 16 كيلو جرام من اليورانيوم. وقصاد التهاون اللي مش مفهوم ده من ناحيتهم في التعامل مع المواد الخطرة دي، كان الثمن اللي دفعوه غالي جدا. يدوب صبوا الكمية في الخزان وحصل حاجة غريبة جدا. نور أزرق قوي خرج فجأة وأضاء المكان. النور ده مش عادي، وهم أدرى ناس بكده. النور ده اسمه وميض شيرينكوف، وده معناه إن الكارثة بدأت. هيساشي كان واقف فوق برميل جنب خزان مباشرة، ومن أول دقيقة جسمه اتملأ إشعاع فوق اللي أي بني آدم ممكن يتحمله، 310 ألف ضعف أعلى من الحد مسموح. والكمية دي كفيلة إنها تمسح حياة أي إنسان. تم نقله فوراً للمستشفى وهو فاقد الوعي، ولما فاق جلد جسمه كله كان أحمر ومتورم. والغريب إنه لسه ما كانش حاسس بحاجة، بس التحاليل قالت كل حاجة. كروموسوماته كانت متدمرة، يعني جسمه ما بقاش قادر يجدد خلاياه. عدد كرات الدم البيضاء وصلت ل0. الأطباء في المستشفى حاولوا بكل الطرق، لكن ما كانش فيه أي حاجة تتعمل. نقلوا له دم، زرعوا له خلايا نخاع من أخته، بس جسمه كان بيموت واحدة واحدة. بالمعنى الحرفي كان بيتفكك. كل يوم كان محتاج 10 أكياس دم، وبيفقد 10 لتر سوائل من جلده اللي تقريبا اختفى. لفوه بشاش لكنه بدأ ينزف من عينيه. مراته لما دخلت تزوره قالت جوزي كان بيبكي دم. جملة صعبة تتقال وصعبة تتسمع. هيساشي أوشي عاش 83 يوم في المستشفى، كل ثانية فيهم عذاب ما يتوصفش. كان بيتحايل على الطاقم الطبي إنهم يسيبوه يموت، لكن الدكاترة كانوا عاوزين يفهموا إيه اللي بيحصل له، وكانوا بيعملوا كل اللي يقدروا عليه علشان يعيش. وفي يوم 21 ديسمبر جسمه قرر يرتاح، والقلب توقف عن النبض. ومات هيساشي بعد ما أصبح الرجل اللي اتعرض لأكبر جرعة إشعاع في التاريخ. أنا أرميا إبراهيم، ودي أبواب الموت. أطفال رايحين مدارسهم، ستات بيشتروا طلبات البيت، الساعة 8:15 الصبح والناس مالية الشوارع. كل حاجة كانت طبيعية، ومحدش كان عارف إن دي هتكون آخر لحظة طبيعية في حياته. طيارة أمريكية اسمها إنولا جاي بتحلق في سماء المدينة، وفجأة رمت أول قنبلة نووية في التاريخ. كان اسمها ليتل بوي، يعني الفتى الصغير، لكن قوتها كانت جبارة. وحصل الانفجار، بس الصوت المرة دي كان مختلف عن أي انفجار سمعوه أو اتوصف لهم. ضوء أزرق رهيب
عمى عينين الناس عن الرؤية. الحرارة وصلت 4000 درجة مئوية، يعني أكتر من حرارة الشمس نفسها في بعض الأماكن. في ثواني المدينة تحولت رماد. كل اللي كانوا قريبين من مركز الانفجار اتبخروا. الأرض كانت بتغلي، مباني طارت زي الورق في مهب الريح. الناس اتحرقت وهي واقفة. 70,000 ماتوا في لحظة. والمرعب إن ما كانش فيه جثث، لكن اللي فضل منهم مجرد ظل على الأرض. اللي ما ماتش في نفس اللحظة كان بيجري في قلع في الشوارع وجلده بيسيح حرفياً من حرارة الجحيم. العينين خرجت من محاجرها. كانوا رافعين إيديهم زي الزومبي وبيدوروا على أي طريقة يطفوا بيها نار اللهيب في جسمهم. كتير منهم رمى نفسه في النهر، وده حول النهر لمكان مليان بالجثث العايمة على صدره. محدش عارف إيه اللي حصل وإيه اللي بيحصل. السما كانت سودة والمطر نزل أسود من كتر الرماد. أنا كنت صغيرة، كنت رحسل الأرض في المدرسة، وفجأة السما نورت. مش نور عادي، لأ، دي كانت نار بتقطع عني الهوا. وهم عليا، ولما فقت لقيت من وسط ناس بتجري وناس بتعيط وناس من غير هدوم، جلدهم كان سايح حرفيا. جريت على النهر، كنت فاكرة إني هلاقي أمان هناك، بس لقيت المية بتغلي والناس مرمية فيها. ريحة الشوي كانت مالية الجو. كنت بحاول أغمر عينيا، بس كنت بشوفهم حتى وأنا مجمية. وفي وسط الفوضى محدش كان فاهم يعني إيه إشعاع، يعني إيه تفاعل نووي. العالم كله بيختبر الكارثة لأول مرة. كنت لابس قميص جديد أمي اشتريتهولي من السوق. بعد الانفجار صحيت ولقيت وشي متوشم، مش حروق عادية، كانت نقشة القميص مطبوعة على ايدي. الناس كانت بتبص لي وتقول ده مش بني آدم، ده شبح. أنا كنت بصارع المراية كل يوم عشان أصدق إن ده ألم. الناس بدأت تنزف من كل مكان، عيونهم فقدت الرؤية، جلدهم اتسلخ، ومفيش حد عنده تفسير. دي كانت أول مرة الإنسان يشوف التسمم الإشعاعي قدامه، وما كانش حد لسه عنده مسمى ليه. كنت ماسكة المعلقة وفجأة حسيت كل حاجة بتولع، حتى أنا. صرخت، جريت برا البيت، بس جوزي كان جوه، ومن ساعتها ما لقيتوش تاني. كنت فاكر إني نديت، بس بعدها بأسبوع لقيت شعري كله بيقع، جلدي كان بيتقشر وأنا صاحي. وفي يوم بنتي الصغيرة الصبح قالت لي بابا هو أنا ليه مش حاسة بإيدي؟ ولما رفعت إيديها في وشي كان المنظر مرعب. إيديها كانت سودة بالكامل. أكتر من 140,000 ماتوا بسبب قنبلة هيروشيما، مش بس لحظة الانفجار، لكن في الأيام والأسابيع اللي بعدها بسبب الإشعاع اللي بدأ يحصد الأرواح بالبطيء. الكرسي اللي كان جنبي في المدرسة كان فيه صاحبي. بعد الصوت الكبير ما كانش فيه كرسي أصلاً. المدرس مات وهو واقف، درينا، بس النار كانت أسرع مننا. كنت ماشية في الشارع وفجأة السما ولعت. لقيت جسمي بيولع وأنا عايشة. بصيت حواليا لقيت كل الناس بتجري من غير جلد، وفي ناس بتعيط من غير عيون. ثلاث أيام بعد الجحيم، يوم 9 أغسطس، أمريكا ضربت القنبلة الثانية على ناجازاكي. قنبلة أكبر وأقوى من الأولى، وكان اسمها فات مان أو الرجل الثمين. وتكررت المأساة، و40,000 شخص فقدوا حياتهم لحظة الانفجار. وفي نهاية السنة وصل العدد لضعف الرقم ده. عدد الضحايا الإجمالي من مدينتين 210,000 إنسان. الآلاف اتحرقوا أحياء، والباقي
مات بسبب السرطان، والآلاف ولدوا أجنة مشوهة، وغيرهم أصيبوا بالعقم بسبب الإشعاع. في حاجات جسم الإنسان ما يقدرش يتحملها، ممكن تبان ملهاش لون ولا ريحة، بس تدخل جسمك تدمره من جوه. ببساطة كده، التسمم الإشعاعي بيحصل لما جسمك يتعرض لجرعة كبيرة من الإشعاع في وقت قليل. الإشعاع ده بيكون على شكل أشعة أو جسيمات، زي مثلا أشعة جاما أو نيوترونات أو حتى جسيمات ألفا وبيتا. وخلونا نتخيل إن الجسيمات دي زي الرصاصة بالظبط اللي بتخترق الجسم، بس في الحالة دي بتكون ملايين الرصاصات الدقيقة اللي ما تقدرش تشوفها بعينك، وفي نفس الوقت تأثيرها القاتل بيكون حتمي. كل اللي بتحس بيه في وقتها هو طعم معدني جوه بقك. أول ما الإشعاع بيخترق جسمك يبدأ يكسر الحمض النووي، DNA اللي هو الكتالوج بتاع خلاياك، فالخلايا تحاول تصلح نفسها، بس في حالات التسمم الكمية بتبقى فوق احتمالها فتبدأ تموت. الخلايا اللي بتتأثر أسرع خلايا الدم، خصوصاً خلايا المناعة. يعني جسمك بيبقى مكشوف لأي مرض بسيط ممكن يموتك. عطسة من طفل رضيع بيبقى تأثيرها عليك حرفياً زي تأثير دانة مدفع. بعد كده الجلد بيبدأ يتسلخ، المعدة بتبطل تهضم، الأمعاء بتنزف، والجسم يدخل في انهيار عضوي كامل. الناس اللي بيتعرضوا لجرعات عالية زي هيساشي مثلا بيكون عندهم انهيار كامل في نخاع العظم. يعني مفيش خلايا دم جديدة، مفيش مناعة، مفيش أكسجين بيتنقل، مفيش تجلط. كل جرح بسيط بينزف، كل ميكروب صغير بيقتل. التسمم الإشعاعي مش بيموتك في نفس اللحظة، ده بيعذبك لأيام وساعات أسابيع. كل يوم بتحس إن جسمك بيستسلم حتة ورا حتة، والعلاج مفيش علاج مضمون. كل اللي بيعملوه هو إنهم بيحاولوا يخففوا عنك الأعراض، ينقلوا لك دم، يحاولوا يزرعوا خلايا، يحطوك في عزل تام، بس في الأغلب بيبقى فات الأوان. رغم الوعي الكامل اللي عايشينه دلوقتي عن النتائج الكارثية من الإشعاع النووي، إلا أن لازالت بعض الدول بتتسابق إنها تتسلح بالأسلحة المميتة، ناهيك عن الإهمال اللي بيتسبب في كوارث نووية كتير لا يحمد عقباها، زي قصة هيساشي وزي انفجار مفاعل تشيرنوبل الشهير اللي راح ضحيته آلاف المدنيين، وتسبب إن في مدن كاملة لسه لحد النهاردة عبارة عن مدن أشباح. الإنسان ما بطلش يثبت يوم بعد يوم إنه الكائن الأكثر تدميراً من كل الكائنات اللي عاشت على الكوكب، وده كان مبرر لناس كتير تظهر عليها أعراض الفوبيا النووية، ويبنوا لنفسهم مخابئ تحت الأرض محصنة ضد الإشعاع، خوفاً من الكوارث النووية وتكرارها في يوم من الأيام. للأسف مفيش روشتة أو علاج أقدر أوصفه في حالة التعرض للإشعاع، غير إن الواحد يأمن في بكرة خالي من الغباء البشري في اقتناء الجحيم ده. حجم الصواريخ النووية على كوكب الأرض كفيلة إنها تدمر الكوكب آلاف المرات، ومحدش أبداً من مصلحته إن الرعب النووي ده يتكرر تاني في يوم من الأيام. ربنا يحمينا ويحميكم ويعفينا من أبواب الموت.